24 سنة، خد مني ابني اللي كان بيكبر قدام مني بعد ما امه ما ماتت. خد عريس ما بيعملش حاجة، والله العظيم اخويا ما كان بيعمل اي حاجة، كان شغال مع ابوه ميكانيكي. ابني اتاخد مني غدر، مش متوقع ان ابني يروح مني كده. هو اللي كان بيشيل الحاجة معاه وكان يقول له خش وانا ادخل العدة واشيل الموتور واعمل كل حاجة. ما بقاش يشيل خلاص، ما بقى يعني ما كانش بيزعل حد، والله العظيم ما زعل حد. كمية الناس اللي جت عزت تقول لك كان بيجيب الا مؤاخذة الاكل بتاع الكلاب ويقعد حوالين الكلاب كده، انت ده وانت ده وانت ده، يقعد ياكلهم ويجي يخش يفضل قاعد لحد الساعة 3 الفجر ويقول له بابا خش انا هشيل كل حاجة، انا هعمل كل حاجة. والله العظيم انا قايم من النوم من بعد ما دفنته. لا الواد ما جابليش الفطار ليه؟ ده مات. رحت قايم. ما هو لو ابويا راح لهيثم هيموتوا الاتنين، يبقى الاتنين ماتوا، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اي حاجة، 3 بنات موجودين في بيت محدش يعينهم. يا اخي حس ده احنا جيران مع بعض. طب موتني انا. المنطق والعقل بيقول لي زي انا رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، لكن ده المستقبل قدامه، كان هيبقى سند لاخواته. خدته مني، حزنتني مدى الهوى، هعيش 1000 سنه، هعيش حزين انا مش عارف هشتغل ازاي. طب كان عوره في وشه، اختي بتقولي طب كان ضربه في رجليه، طب كان فتح له دماغه، طب كان ضيع له عينه، لكن يسيبه قاعد معانا ده 24 سنه ما لحقش يعمل حاجه في دنيته. يا رب ابني عندك، هات لي حقي، انا مش عايزه غير حقي يا رب. ابني 24 سنه عندك يا رب، هات لي حقي، مش عايزه حاجه يا استاذه تاني. حقي وحق ابويا 66 سنه، خد منه سنده وظهره، خد مننا كل حاجه، خد شبابنا وخد عمرنا وخد كل حاجه، خد الفرح، خد كل حاجه. امينه سمير عاطف حسن. قولي لي يا امينه، انت استقبلت الخبر ازاي وعرفتي الواقع ازاي؟ انا شغاله في مصنع، انا واختي فاطمه. اختي الصغيره اتصلت علينا وقالت الحقيني اخوكي بيموت، هاتي فلوس وتعالي. انا فاكراه ان هو يعني اتعور من الميكانيكا لان هو شغال مع ابويا. قلت مثلا موتور وقع عليه، حاجه وقعت عليه، دماغه اتفتحت وقع. لما رحت هناك المستشفى قال له ده هو في الانعاش. انا حضرتك ما اعرفش يعني انعاش. حاولت ان انا اخش له، مش عارفه اخش. بعد كده فوجئت بيقول لي اخوكي عند الجامع. يعني ايه جامع؟ يعني ما مات. ما سالتيش حد، ما اعرفش اي حاجه. كل ده وانت متوقعه ان هو متعور؟ انا متخيله ان ده ان ده كذب. يعني انا متخيله ان الاسم اللي هم قالوا عليه ده كذب، ده مش اخويا عاطف. يعني هم غلطوا في الاسم جوه، يا رب يغلطوا في الاسم. لحد ما رحت ولقيت ابويا بيقول لي ادعي له. لا ما ده لمين؟ ده 24 سنه. يعني هو قال لي انا هجوزك، قلت له لا انا اللي هجوزك هنا في الشقه دي بتاعت ابوك، وانا هجهزك وانا هعمل لك كل حاجه. قال لي لا انا هطلع لك عفشك، انا لسه جايبه حاجتي، لسه جايبه جاهزي. قال لي لا هطلعه لك. مين هيطلعه لي بقى؟ خد مني 24 سنه، خد مني ابني اللي كان بيكبر قدام مني بعد ما امه ما ماتت. خد عريس ما بيعملش حاجة، والله العظيم اخويا ما كان بيعمل اي حاجة، كان شغال مع ابوه ميكانيكي. ما كل اللي بيعمله هو بيصحى الصبح، بابا عشان بينام متأخر بيقوم يصلي الظهر، هو بيطلع بيفتح الورشة بيرش مية لحد ما بابا بيطلع الدور يأذن، يقول له يا ابني روح هات لنا فطار. بعديها يروح يقول له يا ابني هات لنا غدا، عشان اخواتك البنات 2 شيانين عاملين بيعيلوا البيت معاه. طبعا ما حدش عارف يعيل البيت غير هو، وهو راجل عنده 66 سنة والشاب عنده 25 سنة. هو اللي كان بيشيل الحاجة معاه وكان يقول له خش وانا ادخل العدة واشيل الموتور واعمل كل حاجة. ما بقاش يشيل خلاص، ما بقى يعني ما كانش بيزعل حد، والله العظيم ما زعل حد. كمية الناس اللي جت عزت تقول لك كان بيجيبك الا مؤاخذة
بتاع الكلاب، ويقعد حوالين الكلاب كده، انت ده وانت ده وانت ده، يقعد ياكلهم ويجي يخش يفضل قاعد لحد الساعه 3 الفجر ويقول له بابا خش خش، انا هشيل كل حاجه، انا هعمل كل حاجه. يقول له يا ابني هشيل معاك، يقول لا والله ما تشيل حاجه. يقول له طيب. يشيل يقلب الموتور على قلبه ويشيل الحاجه ويعمل ويسوي. دلوقتي مين هيشيل بقى؟ خدوا مني. هو جاله وقال له يا عم سمير عاطف فين؟ قال له يا ابني بيجيب لي اكل عشان اعمله لاخواته. في حاجه احنا خايفين منه لانه هو خارج من 10 سنين سجن، 15 سنه. حضرتك انت لو شفتي وشه يعني هتقولي عليه ايه ده؟ ده ازاي ده؟ ازاي ده اصلا؟ ده كله من غير سبب. هو الجراج ده يعني تقريبا حضرتك كان واخدينه في كمين، ووالدي خلي باله من الجراج بتاعه 4 ايام بقى يبص عليه ابويا. يعني لو في حاجه على الجراش القاتل. جراج القاتل هو فاتح جراج. هو قبل كده قال له يا عم سمير ده حصل اتاخد قبل كده في كمين، وابويا خلي باله من الجراج وهو رايح جاي عليه بقى ينور له النور ويروح يبص لو في حاجه ولا محتاجه ولا الكلام ده. هو بيقول له شيل معايا العفش، شيل معايا العفش. قال له انا مش قادر، او قال له انا مش هشيل حاجه او مش عارف ايه. شتمه يا استاذه بالفاظ لا تذكر، شتمه بالفاظ لا تذكر. اخويا راح لحد امه قال لها يا امي ابنك بيشتمني، انا ما عملتلوش حاجه، ابنك بيشتمني بالفاظ قبيحه. قال له هو انت كمان هتروح تشتكي لامي؟ هو انا صغير؟ قام واخده، ده الكلام بقى له سنه، قام واخده من هنا كده وقام مديله طعنه. اخويا جاي بيجري، حضرتك لو صورتي بره هتلاقي المسافه قليله. جاي بيصور، جاي بيجري يا حبيبي هنا كده عشان يستنجد بينا، راح مديله الطعنه التانيه. جيت رمى هنا، راح نده لاسماء اختي الحقيني يا اسماء. ابويا كان جوه هنا بيقول لها يا اسماء هتعملي ايه في الدراسه وهتسوي ايه؟ دخل لقى ابنه بيجري بينزف. مالك يا ابني؟ قال له هيثم ضربني طعني كذا طعنه. طالع بيجري عشان يشوف فيه، قال له يا ابويا تعالى يا ابويا. خايف عليه، ما هو لو ابويا راح لهيثم هيموتوا الاثنين، يبقى الاثنين ماتوا، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اي حاجه. 3 بنات موجودين في بيت ما حدش يعينهم يا اخي، حس ده احنا جيران مع بعض. جري على هنا، اسماء حطيت له قماشه عشان تكتم الدم، وابويا قال لها اسقيني ميه، عايز اشرب ميه. راحت مشربوه بق الميه، وبابا قبل ما اروح يجيب عربيه كانت اسماء اختي جابت توك توك تقول لك انا بشيله خف الريشه، هو طويل الله اكبر عليه طول بعرض. راحت حطاه في التوك توك تقول لك راح منزل ريم من بقه، خلاص مات على ايد عيله 17 سنه. لا بتصد دلوقتي ولا بترد. بتقول لي ليه؟ طب كان عوره في وشه. اختي بتقولي طب كان ضربه في رجليه، طب كان فتح له دماغه، طب كان ضيع له عينه، لكن يسيبه قاعد معانا ده 24 سنه ما لحقش يعمل حاجه في دنيته، ما لحقش يسوي حاجه، كان هو اللي شايل البيت. انا لسه جايبه جازي، انا اللي هشيلهولك وانا اللي هطلعهولك، انا اللي هطلع لك حاجتك. قلت له عاطف، قال لي والله خلاص انا هطلع لك. قلت له اوعى تكون ما تكونش موجود وتكون بتجيب عربيه ولا بابا. قال لي لا عيني يما عيني اللي تطلبيه، انت امي انت اللي مربياني يعني. قلت له يا خلاص يابا ماشي، ما عملناش حاجه، احنا في حالنا مالناش دعوه بحد، احنا بننزل من 8 الصبح لحد الساعه 7 بالليل وبنرجع يا دوب بناكل لهم ونصلي العشاء وننام، مالناش دعوه بحد، مالناش احتكاك بحد. بنسيب ابويا واخويا شغالين لحد الساعه 1 الساعه 2 خلصوا عربيات، خلصوا حاجه. الراجل اللي على 66 سنه بينزل يجرب عربيه على الطريق السريع، والعيل بيفضل موجود، يا اما العكس. عملنا لك ايه؟ طب هو عمل لك ايه؟ طب كان يضربه في رجليه، طب كان يديها له في وشه، يفضل عمره كله معمول في وشه، لكن 2 3 تجري وراه تقتله كده. عمل لك اصرار ان هو يموت. عمل لك انت جيت سالت عليه، انت هو كان بيخطط. جه سال بابا قال له ابنك فين يا عم سمير؟ قال له ابني بيجيب لي اكل. في حاجه يا ابني؟ في حاجه يا هيثم؟ قال له لا مفيش حاجه. قال له عشان بابا خايف منه، بابا عارف الولد ده ايه، خارج من 10 سنين سجن، خارج من 10 سنين سجن،
بيقول له يا عم يقول له يا ابني لو انت في حاجه قول لي، انا بحل لك مشاكلك، ولو في حاجه انا بحلها لك. ابويا اكتر من مره يحل له مشاكله مع عمه، لما بيشتم امه، الابن العاق ده بيشتم امه في وسط الشارع. حضرتك اسالي، اعملي تحرياتك بره، هتعرفي ان هيثم ده مش كويس. عايزه الحكم العادل، مش عايزه حاجه تانية. انا عايزه الحكم. يا رب ابني عندك، هات لي حقي، انا مش عايزه غير حقي. يا رب ابني 24 سنه عندك، يا رب هات لي حقي، مش عايزه حاجه يا استاذه تاني. حقي وحق ابويا 66 سنه، خد منه سند وظهره، خد مننا كل حاجه، خد شبابنا وخد عمرنا وخد كل حاجه، خد الفرح، خد كل حاجه منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. جبت لي الحزن، جبت لي الحزن بعد 12 سنه، بعد ما امي ما ماتت فرقت الدنيا. قلت خلاص انا هفضل مع ابويا وهفضل مع اخواتي وهربيهم. امي ماتت وهي عندها 12 سنه، كان هو عنده كام سنه؟ 12 سنه. كان عيل، هو اللي بيطلع بيكبر قدام، كان بيطلع بيكبر كده قدام مني، بيكبر لحد ما بقى 25 سنه 24 سنه. جه الله وكذا نكته في قلبه، ولا ده في جنبه الشمال يا استاذه، في جنبه الشمال، في الجنب الشمال اللي هو موصل للقلب، اللي هو اي وتر هيتقطع، اي حاجه تعمل هي موصله للقلب، هي موصله للقلب. انا مش عايزه غير الحكم العادل. يا رب انا بطلب من النيابه وبطلب من القاضي وبطلب من الحكومه ومن الدنيا ومن الناس، انا عايزه حق اخويا. يا رب انا عايزه حق ابن عنده 24 سنه ملحقش يعمل حاجه في دنيته ولا في حياته. كل اللي عمله ان هو كان سند وظهر ل3 بنات وراجل عنده 66 سنه. ان شاء الله حقه رجع. الله حقه. انا مش عايزه حاجه تاني. اهلا وسهلا بحضرتك، كل بقاء لله. شكرا الله سعيد، متشكرين. اسم حضرتك؟ اسمي سمير عاطف حسن. ايه اللي حصل يا عم سمير؟ حسن ابني اتاخد مني غدر. مش متوقع ان ابني يروح مني كده. كان في بينكم مشاكل؟ لا، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه. انا كنت بحل له مشاكله، اذا كان مع اهله او مع جيران او مع زبائن الجراج. هو مع ولد وبنت كده صغيرين، كان يقول لهم سلموا على جدكم، بس مفيش اي حاجه. وانت بتتصل بيه وانت لما شكيت ان في حاجه، ان هو عايزه الحاجه، قال لك علشان خاطر شبشبك انا مش هعمل حاجه في ابنك او ما يكونش في حاجه. حضرتك يا استاذه، بص حضرتك، انا مش متوقع من الشخص ده مش ان يقتل ابني، يشتمه، بس لنظير كتر الجمال اللي انت الله عملته. يرضى عنك، لنظير ان انا عملته معاك. اخداني بالي من الجراج، حل مشاكل بينك وبين امك وبين ابوك. يعني اروح الاقيه ماسك في ابوه مره واثنين وثلاثه. كان علاقته هو بعاطف الله يرحمه كانت عامله ازاي؟ طيبه جدا. ما هو ده اللي انت عارفه، لو اعرف ان في ذره شك واحده، لا طبعا، ما حتى لو بنت جاتني ولا مين ندهلي ما كنتش هسيب ابني، وما كنتش هتصل على ابني. ولو اتصلت على ابني تعالى قابلني في الحته الفلانيه، واخد ابني تحت باطي كده واروح له، هروح له. انما ده انا ما وحضرتك ده جاني عاطف فين يا عم سمير؟ قلت له يا ابني بعت ويجيب لنا الفطار والخضار عشان نطبخ بس. شفتوه بعد الواقعه؟ لا ما شفتوش انا دمه سايح. لا ما شفتش الجاني هيثم ده؟ لا ما شفتوش، لا يا ريت يا ريت. انا عمري 66 سنه، مش محتاج حاجه تاني من الدنيا. لو مسكته كماشه وقفلت هنا واتحبس، اخد حق ابني، اهدى، ناري تهدى. اهله فين دلوقتي؟ موجودين. موقفهم ايه منه؟ طبعا زعلانين، زعلان منه ابنهم. زعلان من ابنهم وزعلانين على ابني. عاطف ابني ما كانش بيقول لهم ولا يما، ولما راح يشتكي لها بيقول لها يما شايفه يا هيثم قدام منك بيعمل فيا ايه. فهو الواد كان واقف، فدخل اوضه في الجراج، جاب الخنجر اللي جابه
وانت بتشتكيني لامي يا ابني ويا ابني ويا ابني، وراح مديله واحده هنا. احكي لي انت استقبلت الخبر ازاي، او هو دخل عليك كان عامل ازاي؟ انا قاعد بتكلم مع اخته ولقيت ابني جاي قدام مني كده بيجري، وببص انا مش شايف حاجه، انا شايف الواد جاي بيجري، غير لما جه هنا وراح وقع هنا كده لقيت بركه دم هنا. اكشف لقيت واحده هنا واتنين جنب بعض هنا. غويطه يا حاج؟ ايوه ايوه، كويس ان بناتي ما شافوهوش، ما شافوهوش. انا اسمها طبعا ايه اللي شافته الصغير؟ مات على رجليها، مات على رجليها. معلش. بقى لله يا حاج، هو عمره كده وهو عند الله شهيد. بص يا استاذه، سبحان الدايم، ما حدش هيخالد على الدنيا. اشرف الخلق مات، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مات، ما حدش هيجي احسن من سيدنا محمد. بس ما تمناش ان ابني يموت على يد بلطجي حبسجي بتاع مخدرات، بيبيع مخدرات. ومش قادر اتكلم اكتر من كده. انت طب ليه؟ طب موتني انا. المنطق والعقل بيقول لي زي انا رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، لكن ده المستقبل قدامه، كان هيبقى سند لاخواته، سند لاخواته. خدته مني، حزنتني مدى الهوى، هعيش 1000 سنه، هعيش حزين، هعيش حزين. انا مش عارف هشتغل ازاي. بنطلع نقوم الصبح انا وهو، يا ابويا والله العظيم انا قايم من النوم من بعد ما دفنته. لا الواد ما جابليش الفطار ليه؟ ده مات. رحت قايم استعيذ بالله من الشيطان، ورحت قايم متوضى ركعتين عشان افوق. بنخرج انا وهو الصبح نعتمد على الله، الرزق المقسوم بيجي ياخد مصروف. والله يا رب، وممكن اوريكم دلوقتي. لو مثلا في ضيوف جت لنا بنجيب كنز، الكنز بيعاني بصفايح بيشيلها، الازاز بتاعت اللبس البلاستيك بيشيلها ويروح يبيعها، يقول لابويا خد 30 جنيه همت، انا بعت بيهم حاجات عشان تكمل جهاز اختي. 2 مش واحده، يعني اللي بيجهز واحده بيصرخ، انا بجهز 2. اجهز منين؟ هشتغل ازاي؟ ما هو المشكله في شغلي انا، السن كبر. اللي انا كنت بعمله وانا عندي 40 45 سنه مش هقدر اعمله وانا عندي 60. ده اللي كان بيشيلني. وبعدين انا بالتالي اتجوزت بناتي وابني ده امهم ماتت، انكفيت عليهم. في البدايه كنت اطبخ لهم وامسح لهم واكنس لهم، كنت بحمي البنات اسماء وفاطمه، كنت احميهم افليهم، لدرجه ان شعرهم خشن رحت جايب مكنه حلاقه شايله لهم خالص، وجبت المؤاخذه حنه وقرض، ومره حنه وعناب وحني، وكنت احمل عيال لغايه اما كبروا، قلت لهم يلا اما انتوا جاي تقدروا تعتمدوا على نفسكم. طب دلوقتي انا جيت وصلت السن محتاج اللي يقف جنب مني. راي اخته لو كسرهولي اهو اسمه عايش قدام مني. انت ما تخيلش يعني ايه 24 ساعه احنا في وش بعض. وبعدين هو مش ابني، واحد صاحبي زميلي في الصنعه، كل يوم مع بعض، حتى في النوم. انا بنام هنا، وكمان ما بحبش حد ينام جنبي، كان يفرش وينام هنا، ولا انا تحت رجليك عشان لو عوزت حاجه بالليل ولا حاجه ما تقومش. ربنا يرحمه. انا منتظر عدل لا، في كل صلاه بدعي له وخلص الصلاه الفاتحه لروحك يا عاطف. في ال5 صلوات ادعي له والفاتحه تروح له، اتعشم من ربنا ان ربنا يتقبل مني بس، واتمنى من الله ان يقبل مني ان يتقبل عاطف من الشهداء الابرار، ان مات مطعون، مات مطعون ومات مغدور. جاي لك يا استاذه، ده هو قال له تعالى شيل العفش، وابني والله العظيم اقسم بالله في فوق واحده فوق مني اسمها ام رمضان،
بيشوفها جايه كده شايله شنطه الخضار والعيش، يجري يا ابويا هشيلها عشان خاطر مرات تعبانه، ربنا يشفيها ويزعل عنها يا رب. يطلع يشيل لها الحاجه يحط لها قدام الشقه فوق ويروح نازل. واحده جاره، والنبي يا عاطف معلش عشان معيش حد، تعال ارفع الغساله. حاضر. كان ربنا مديله الصحه ويرفع. واحد عايز ينزل عفشه يروح يساعد خير يعني ويجيب جدع. صحابه يا كريم تعالى معلش احسن ده معاش حد ينوب لنا ثواب، تدعي لنا حتى انا امي ميته تدعي لي. فده شافه ماشي هو وصاحبه راح يجيب، محبوب. شافه وراح يجيب لنا الاكل. قال له عاطف والنبي تعالى ساعدني في شيل العفش، هات صاحبك وتعالى. قال له حاضر. راح وداهم عند المدخل اللي هم هيشيلوا عنده العفش. قال له هجيب عربيه، قال له ما تغيبش عشان عايز اجيب الاكل لابويا. غاب. قام قال لصاحبه لا تعالى نجيب الاكل لابويا. فاثناء ما هم راح يجيبوا الاكل هيثم ده جاني بقى. عاطف فين يا عم سمير؟ قلت له يا ابني ده بيجيب لنا فطار ويجيب لنا الاكل، في حاجه؟ قال لي لا. ربع ساعه تاني وجاني وعاطف ما جاش. قلت له لا ده كده في حاجه. في ايه؟ انا بحلك مشاكلك مع الغير، لو في مشكله مع ابنك يبقى لازم انا اللي احلها، هجيب حد غريب يحلها؟ قال لا مفيش حاجه، ده عاطف ده اخويا، ولو صدر منه حاجه اكراما ليك انت يا عم سمير عشان انت جد عيالي. طلباتك يا عم. والله ده انت حضرتك لو سالت واحد غريب بحق قهرتي ديت هيقول لك ده يتعدم 30 مره، يتعدم 30 مره، يتعدم 366 مره بعد ايام السنه. الله. عندنا قضاء مصر نار هذا. تهدى وابدا اخد عذابني. انا ما خدتش عذابني لغايه دلوقتي. انا في ناس عرفت القصه سمعت. فابن سمير الميكانيكي انا بفضل الله ومش هحلف، بفضل ربنا اولا محبوب بين الناس. الناس سمعت ابن سمير الميكانيكي جات لي. طب قعد الناس على الطوب، قعدوا على الارض. واحد اهو واحد اهو بقى يجيبوا كراسي ويقعدوا الناس. لكن ما عملتش صور لابني، لا لسه. حق ابني يا اخي يجي. والله كنت في الشغل انا واختي الكبيره، ولقيت اختي الصغيره بترن عليها بتقول لها اخوك رايح المستشفى وتعبان بينزف. فيا دوبك خطيبي وداني على المستشفى وخطيبها كمان وداه على المستشفى، وعقبال ما روحنا هناك استنينا حبه كده وواقفين على باب المستشفى مستنيين ان هو يخرج. قالوا لنا اللي هو اتنقل الناحيه التانية في الثلاجه. فكانت صدمه طبعا، صدمنا كلنا ان هو بموته. يعني حسب الله ونعم الوكيل فيه بصراحة. مش عارفة ايه خليه يعمل حاجة زي كده، مش عارفة بصراحة. في بينهم مشاكل ولا حاجه؟ خالص يعني ما بيقولوش غير انت اخويا الكبير. وقت المشكلة راح قال لأمه ياما بصي هيثم عمل فيا ايه. يعني كان متعور وبينزف دم، فراح لأمه راح لأمه وهو مضروب. راح لأم هيثم ده اللي قتل اخويا. بيقول لها هو مطعون. بيقول لها بصي يا امي هيثم عمل فيا. بيقول لها يما، بيقول لها بصي يما هيثم عمل فيا ايه. فطبعا امه قعدت تزعق فيه واخته قعدت تزعق فيه طبعا ايه اللي انت بتعمله ده وايه اللي انت عملته ده. فجه عيني لغايه هنا، قعد هنا كده وقعد بقى ينزف دم. هو كان يعني سبحان الله كانت روحه عايزه تطلع هنا. قعد يجري في الشارع بره، جه لغايه هنا لغايه ما نزف هنا. بيركبوه في التوك توك قدام البيت، روحه طلعت. طلباتك ايه؟ اعدام، مفيش كلام، اعدام. عشان بجد من بعد عمر طويل انا مش عايزه اعيط عليه، عشان هما بيقولولي العياط بيعذبه، وبيقولوله روح اهل الدنيا عايزينك مالكش عذاب عندنا ولا حساب. مش عايزه اعيط، بس كل اللي بطلبه اعدام. عشان ده رد سجون. انت عندك بدل 1 3، احنا ما عندناش. اللي انت شايفاه قدامك ده ماسك نفسه عشان خاطرنا 65 سنة. لسه عندنا واحدة 15 سنة. من بعد عمر طويل هتعمل ايه؟ انا هكون في بيت جوزي وهي هتكون في بيت جوزها الصغيرة دي، هتعمل ايه؟ لما هو كمان شوية كام سنة ويتعب ما يقدرش يقوم يجيب جنيه للبيت، مين هيجيب فلوس؟ ليه؟ يعني ايه خلي ايه وصلك للي انت
طعنه في الشمال، وانت عارف ان الاورده بتاعت القلب كلها في الشمال، انت عارف انت بتضرب فين. اما اجي اضربك انا عارفه ممكن اعورك، حاجه خربشك من هنا، امسكك من، انا عارفه انا بضرب فين وعارفه انا بجيبك منين. لكن ليه الغل ده كله؟ ليه يعني ايه وصلك انك تعمل كده؟ وحلاوه روحه راح لغايه امه بيقول لها بصي يا امي هيثم بيعمل فيا، راح عندها هي الاول، بعد كده جه يا عيني لحقني يا ابويا الحقني، كان جنبه عمال ينزف. فليه انا بجد اللي يرضيني ولا تعويض ولا اي حاجه، مش عايزين اي حاجه، عايزين اعدام. اعدام وش، مفيش كلام، مفيش كلام بجد، ولا اي حاجه، اعدام بجد.